الحليب المكثف المحلى او المحلى المكثف ده بنحتاجه في حاجات كتيرة جدا جدا، وحلويات كتيرة قوي 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 بنحتاجه وهو غالي. انا بقى عملته بطريقة سهلة وجميلة ومن غير لبن حليب. اول حاجة جبت كوباية ونص من لبن البودر، البودرة، وجبت الخلاط حطيت كوباية ونص، وجبت كمان كوباية ونص سكر بودرة برضو. يبقى مقدار اللبن البودرة زي السكر البودرة نفس المقدار، كوباية ونص كوباية ونص، او عايز تعملي كوباية يبقى كوباية. وغليت كوباية الا ربع من المية مغلية، وجبت معلقتين كمان من الزبدة. كل دول حطيهم على بعض في الخلاط. الحليب المكثف المحلى بيتباع غالي، وبصراحه بقت كل حاجه غاليه. يعني انت عشان تجيبي تعملي اي حاجه انت بتجيبي ده وبتجيبي ده وبتجيبي ده، الحاجات غاليه. فلما تكون كل حاجه معموله عندك ومركونه في البيت تقدري تستخدميها بسهوله. حطيت بقى كمان معلقتين من الزبده، وحطيت كوبايه الا ربع من الميه، وضربتهم بقى حوالي، تضربيهم حوالي 7 دقايق ضربا مبرحا. بس في النص كده تفتحي وتنزلي برضه بالسباتولا كده السكر اللي في الجوانب واللبن اللي في الجوانب، علشان خاطر تضمني ان هي ايه، ان كل لبن البودره والسكر كله اتضرب. اضربيهم كويس قوي حوالي 7 دقايق. بس بدأ بقى يدي لون ازاي، بدأ يدي لون وقوام تحفة اهو. نتيجته تحفه تحفه تحفه، احسن 100 مره كمان من انك انت تجيبي اللبن الحليب وتحطيه على النار لغايه ما يتكثف. ده ممكن يتحرق منك. ده اسهل طريقه، وطريقه مضمونه جدا جدا وحلوه قوي قوي قوي. تحطيه مع الايس كريم، تحطيه على الكيك، تحطيه على التورتات، تحطيه على الكريم شانتيه. استخداماته لا حصر لها. اوعوا تنسوني لايك واشتراك في القناه.